انت ليه فاكر ان القايمة امان لبنتك؟ هو انت شايف ان شوية الكراكيب اللي مكتوبين في القايمة هم اللي هيحموها من غدر جوزها؟ لا يا عم، الامان مش في ورق، الامان في راجل يصون مراته ويحافظ عليها. انت عارف ايه اللي يحمي بنتك بجد؟ يحميها انك تختار لها انسان عنده دين، عنده ضمير، انسان هيخاف ربنا فيها. الشرع بيقول الزوج هو اللي يجهز بيته على قد مقدرته، ولو مش عاجبك من الأول ما توافقش وخلاص. لكن ما تحملش بنتك فوق طاقتها، ولا تخليها تبدأ حياتها بخناقة على قايمة. والمهر ده اللي ربنا فرضه، خده وحوله أمان لبنتك، دهب يحفظ حقها أو مشروع صغير يديها سند في يوم صعب. صدقني، اللي بيحمي بنتك مش ورقة قايمة تروح بيها المحكمة، اللي بيحميها إنك تختار لها راجل تحبه زي ابنك، وتوصيه عليها كأنها أمانة عنده، يحطها في عينيه من بعدك. ساعتها بنتك مش بس في أمان، دي في حضن راجل يعرف قيمتها ويحافظ عليها العمر كله.